تخيلي كده ابنك يجي من المدرسة يرمي شنطته على الأرض ويقولك أنا مش رايح المدرسة دي تاني. وقتها هتتصرفي ازاي؟ في يوم الولد رجع من المدرسة متضايق قوي وبكل عصبية رمى الشنطة على الأرض وقال أنا مش رايح المدرسة دي تاني، ودخل أوضته ورزع الباب وراه. الأم استغربت جدا من تصرفه، دخلت وراه الأوضة وفتحت الباب وقالت له إيه الكسل ده؟ المدرسة مش هزار، أنت هتروح المدرسة كل يوم ومش عايزة دلع. في نفس اليوم ده بالليل وقت النوم الولد نده على مامته وقال لها يا ماما تعالي اقعدي جنبي شويه. الام ساعتها حست ان في حاجه غلط وبدات تتكلم مع الولد بالراحه وسالته انت في حاجه مضايقاك النهارده من المدرسه؟ تعالى احكي لي يومك كان عامل ازاي النهارده ولعبت ايه انت واصحابك. واكتشفت الام ان اصحابه كانوا بيحكوا له في المدرسه عن الحرامي اللي بيجي بالليل للاطفال وكانوا بيضايقوه وبيضحكوا عليه طول اليوم. يعني الولد لما كان متضايق ومتعصب ورمى شنطته على الارض وقال مش رايح المدرسه ما كانش هنا كسل ولا قله ادب منه، هو كان زعلان ومتضايق من حاجه معينه. اولادنا اوقات بيعبروا عن مشاعرهم من غير حتى ما يعرفوا ينطقوا بيها. الزعل بيبان في صوره عناد، والخوف بيبان في صوره كسل، اما الغضب في اوقات كتير جدا بيبان في صورة زعيق وصريخ. احنا بقى لو ركزنا على السلوك بس من غير ما نفك الشفرة اللي وراه يبقى احنا كده بنفقد الرسالة اللي ابننا عايز يوصلها لنا. وهنا بقى بيجي دورنا كأهل اننا نسأل وندي مساحة لولادنا ان هم يتكلموا ويردوا علينا. يعني مثلا انت زعلان من ايه؟ انت حاسس بايه دلوقتي؟ وبكده بنكون بنعلم الطفل تدريجي ازاي يحط مشاعره في كلمات، ومرة مع مرة هو نفسه هيبدأ يعبر بشكل أوضح عن مشاعره من غير ما يلجأ للسلوك بس. التربية فعلا مش سهلة، خصوصا إننا نفك مشاعر أولادنا، بس صدقوني لما نديهم مساحة ونسألهم ونتكلم معاهم بالراحة ونسمعهم العلاقة بينا هتقوى وهم نفسهم هيبقوا هادين ومبسوطين. فأرجوكم قبل ما تحكموا على سلوك أولادكم اسألوا نفسكم الأول يا ترى هم حاسين بإيه دلوقتي؟ ساعتها بس هتفهموهم وهتساعدوهم كمان ان هم يفهموا نفسهم بشكل اوضح. كنت معاكم بسمة القطان في مش سهلة بس مستاهلة على راديو في السكة.